عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر صادم وخبر غريب جدا طلعت عليه دلوقتي. طبعا اللي ماسك ابو محمد الجولاني اللي سمى نفسه احمد حسين الشرع قائد العمليات العسكرية في سوريا، واللي هو دلوقتي يعتبر الحاكم بتاع سوريا، قال انه اسمه احمد حسين الشرع ابن الدكتور حسين الشرع. خرج الدكتور مؤنس الشرع، واحد اسمه الدكتور مؤنس الشرع موجود في السويد، وقال انا الدكتور مؤنس الشرع اخو الدكتور حسين الشرع اللي المفروض احمد ده يبقى ابنه، وصرح بالاتي: قال اخويا الدكتور حسين الشرع ما عندوش غير بنتين، بنت اسمها اسمهان اتولدت سنه 1972، وبنت تانية اسمها عبلة اتولدت سنه 1975. وبعدها اصيب الدكتور حسين الشرع بسرطان في الصفن اسفل الخصيتين، ودخل مستشفى سان بيتر في انجلترا عام 1978 ولم يعد قادرا على الانجاب. يعني الدكتور حسين الشرع من سنة 78 لم يعد قادرا على الانجاب، في حين ان احمد حسين الشرع اللي ماسك سوريا دلوقتي ده بيدعي ان هو ابن الدكتور حسين الشرع. ازاي اذا كان الراجل ما بقاش قادر على الانجاب من سنة 78 واحمد حسين الشرع مولود سنة 1983؟ نمرة 2، الحاج غيث كبير عائلة الشرع بدرعا اتصل بجميع فروع درعا اللي موجودة في درعا لعائلة الشرع، واجمعوا جميعا ان هم ما يعرفوش عن احمد حسين الشرع ده حاجة، وما يمثلهمش بحاجة، ولا عمرهم شافوه ولا يعرفوا عنه اي حاجة. فالسؤال النهارده: مين هو احمد حسين الشرع اللي بيدعي ان هو ابن الدكتور حسين الشرع، في حين ان الدكتور حسين الشرع ده اصيب بالعقم عام 1978 بعد ما اجرى العمليه في مستشفى سان بيتر في انجلترا، ولم يعد غير قادر على الانجاب. طبعا هنقول ان هو عمليه مخابراتيه لزرع عميل ومكتسب اسم احدى العائلات، او تقليد لمسلسل رأفت الهجان، بس على ايه؟ على خايب. طبعا النهارده الحقيقه ما بتستخباش، ده اللي انا قرأته النهارده، وده يعتبر خبر صادم جدا. فانا سايب رأي حضراتكم رأيكم في هذا الموضوع. محمد الطاهر، شكرا.